الفيديو ده هيقيم قنوات كتبت لي ان اقيمها، وهقول لكم على الاخطاء اللي بتعملوها وعلى تريكات تعملها عشان تزود المشاهدات عندك، وهنشوف كل قناة ايه ادائها وازاي يعدلوا من ادائهم ويجيبوا مشاهدات. فخلونا نخش على الفيديو على طول. طبعا المحتوى ده بعيد عني شوية، ولكن انا طلب مني يعني حوالي 5 أو 6 طلبوا مني ان اقيم القنوات بتاعتهم، فانا قررت ان انا هطلع اعمل فيديو على السريع كده عشان برضو ما بحبش ازعل حد. قررت اطلع على السريع هقيم ال5 قنوات اللي كتبولي، لان انا لقيت كذا حد كتب لي في كومنتات قيم قناتي، وانا بصراحه ما بحبش ابخل على حد بمعلومه. فخلينا نخش على طول نقيم القناه. اول قناه عندنا وهي قناه اسمها ويت جيمز. طبعا هو كاتب جيمز غلط، المفروض جيمز بدل الاي اللي بعد الجي اي، ما علينا. الراجل ده كتب لي ان انا اقيم له قناته في الكومنتات، فخلينا نخش نشوف. الراجل هنا عنده 124 فيديو وعنده 700 مشترك، داخل على 700. خلينا نخش نشوف هو بينزل ايه. خش كده على الفيديوهات. الراجل بينزل فيديوهات لونج او طويلة كتير، والفيديوهات يعني في 10 دقايق، 6 في دقيقتين. تمام، يعني هو جايب مشاهدات ما شاء الله كويسة نوعا ما. طب تعالى نشوف مثلا منزل شورتس ولا لأ. هو بينزل شورتس وما شاء الله شورتس عنده جايب مشاهدات عالية جدا. طبعا انت دلوقتي هتلاقيك بصيت لقيت ان في 77 و 56، ده طبيعي جدا. بس معنى ان انت قناتك تجيب اكتر من 10 اضعاف او حتى 100 ضعف، اكتر من 10 اضعاف، معنى ان قناتك تجيب اكتر من 10 اضعاف مشتركينك مشاهدات، اعرف ان انت ناجح وكمل فيها. تعالى نخش نشوف على حاجه مثلا هي جايبه مشاهدات عنده. خلينا نخش هنا، هو بينزل ميمز ماينكرافت. خلينا نتفرج. هو انا بصراحه ما فيش فاهم في الماينكرافت أوي، ولا فاهم في الميمز وكده، بس هو تمام. يعني الراجل جاب 376 لايك و43 الف مشاهده، فيعني زي الفل بصراحه. نصيحتي ليك ان انت حاول تعمل فيديوهات شورتس اكتر. اهتم بالشورتس واهتم خصوصا بالميمز. اعمل الميمز دي سلسله، وخش في قوائم التشغيل هنا، اعمل لها بلاي ليست، ونزل ميمز كتير على الشورتس. يعني مثلا نزل لك كل يوم ولو ميمز واحد. كمان نزل في اليوم مش فيديو واحد بس، انا عايزك تنزل في اليوم من فيديوهين ل3 فيديوهات. لو هتنزل فيديوهين نزل فيديو الصبح وفيديو بالليل. لو هتنزل 3 فبيبقى فيديو الفجر، فيديو الظهر، فيديو المغرب. الفيديوهات الطويلة ما تمنعهاش، نزلها، ولكن نزل فيديو كل اسبوع، وحاول ان الفيديو يكون ترند، ويكون الفيديو مدته طويلة زي ده مثلا. ليه؟ عشان ده هيعمل لك عدد ساعات كتير. فلما توصل ل1000 مشترك، اهم حاجة طبعا تكون مفعل 4000 ساعة، فتحقق ربح على طول. او ممكن ان انت تحقق ربح عن طريق الشورتس. والشورتس عندك طبعا هو انت المفروض في خلال 90 يوم تكون محقق تقريبا 10 مليون مشاهدة. فانت لو نزلت لك فيديوهين لو نزلت لك فيديوهين كل يوم، وانت قعدت لمدة شهر، يعني مثلا هتعمل لك في خلال الشهر ده هتعمل 10 مليون. مش 90 يوم بس، شهر 30 يوم بس هتحقق 10 مليون. دي كانت نصيحتي ليك، اتمنى تهتم بيها لان قناتك ما شاء الله جايبه تفاعل كويس. خلينا نخش على القناه اللي بعدها. القناه اللي بعدها وهي قناه باسم مدريدا اكس 1، والقناه ما شاء الله جايبه 3120 مشترك، ومحملنا 184 فيديو. خلينا ننزل نشوف الفيديوهات. خلينا نخش على الفيديوهات الطويله الاول. الراجل هنا منزل تقريبا ده ميوزك، ريميكس وميوزك. مش 2600 536 ألف ما شاء الله. فيديو 5 دقايق كويس. ده هتلاقي حققله منه بتاع حوالي 800 ساعة مشاهدة أو 900. 2700. طبعا بص يا صاحبي، قبل ما اخش على الشورتس واشوف الشورتس عباره عن ايه، انت دلوقتي عملت هنا غلطه كبيره جدا، وهقول لك ازاي تصلحها. الغلطه هنا ان انت كنت بتجيب مشاهدات في فيديو خيش منك، جاب 900، وده مش خيش، دي مشاهدات كويسه جدا على فكره. فانت نزلت الفيديو اللي بعده، وبعد كده سبته 11 شهر، وبعد كده نزلت. فطبيعي انت غايب عن اليوتيوب وعن الخوارزميات 11 شهر، فخلاص الخوارزميات نسيتك. يعني انا لو بني ادمين بنتعامل مع بعض وما شفتكش لمده 11 شهر او سنه، انا هنساك اصلا، او ممكن انسى اسمك، او انسى انت عباره عن ايه، او كنت معايا فين، او كنت اعرفك منين. فانت حلها ايه؟ حلها ان انت تفكر اليوتيوب بنفسك، وما تغيرش المحتوى. انت هنا غيرت المحتوى، ما تغيرش المحتوى، خليه زي ما هو. ولكن بتعمل ايه؟ بتنزل حوالي 4 أو 5 فيديوهات. ال4 أو 5 فيديوهات دول ينزلوا في خلال
اسبوعين او 10 ايام، كل يومين تنزل لك فيديو. ليه؟ لان انت بتنبه لخوارزميات اليوتيوب اللي هو انا رجعت من تاني يا يوتيوب او يا خوارزميات اليوتيوب، فبص على الفيديوهات بتاعتي. فنصيحة، جهز لك 5 فيديوهات وما تنزلش فيديو بعد كده تعمل التاني، لا انت اعمل 5 مرة واحدة وانشرهم واعمل لهم جدولة خلال 10 ايام، كل يومين فيديو. خلينا نخش على الشورتس عنده ونشوف ايه النظام. الشورتس عنده لا مشاهدات و900 مشاهدة 900 مشاهدة. انا متأكد، بص انا مش هفتح ابص، بس اكيد انت عامل غلطات. تعال نبص على المشاهدة، الفيديو عندك محتوى ايه. 考えすぎだよな。 يا ظرفية ما يحسبش. يحييني قلبك، يحييني عقلك، حسي بيا. بص المحتوى، حاول انك ما تاخدش من حد محتوى تقريبا، لان انت المحتوى ده واخده من حد اسمه زوروكس. بص حاول ان انت ما تاخدش من حد محتوى، لان انت لو خدت من حد محتوى واليوتيوب جه بص على الفيديو مثلا اثناء حقوق الطبع والنشر، ولقى ان اسم حد تاني غيرك انت مكتوب عنده وهو منزل على الشورت بتاعه، هيقوم جاي مديك كوبي رايت، شكرا، الفيديو بتاعك مش هيجيب ولا مشاهده. فانت حاول ان انت تعمل المحتوى ده بنفسك انت. حاول تبحث على اليوتيوب ازاي المحتوى ده بيتعمل واعمله. بص اي حاجه لازم تتعب فيها، اي حاجه في الدنيا لازم تتعب فيها عشان تنجح وتوصل. طبيعي انت بص كل اللي عندك تقريبا انت، يعني مش عايز اقولها، بس انت واخد المحتوى من حد. حتى بص هنا انت لما المحتوى ده بتاعك انت، او مثلا واخد صور مثلا او حاجات مش مكتوب عليها يوزر نيم مثلا او حاجات الكوبي رايت، جايبه مشاهدات. جايبه مشاهدات مش الواو، ولكن هي جايبه هنا مثلا اهو ادي 1000 1200. طبعا انا بص من غير ما افتح برضو تاني، هنا انا متاكد ان انت هنا وقفت وبعد كده رجعت تاني. يا جماعه محدش يوقف، التوقيف ده انت بتنزل يوتيوب. انت لو وقفت تقف بالكتير اسبوع تقف فيه، يعني انت لو زدت، لو وصلت لاسبوعين وقف، اليوتيوب هينساك اصلا. اليوتيوب عنده مليارات القنوات، هيشوف مين ولا مين، معلش. فانت نصيحتي ليك برضو، ارجع نزل شورتس تاني. تنزل في اليوم 3 فيديوهات، عايزك تنزل كل يوم 3 فيديوهات. ولو لقيت ان انت بتعمل الشورتس بتاعك انت اللي تعمل الشورتس بطريقتك انت، بايديك انت، باسمك انت، اعمله بمجهودك انت ونزله. لو لقيت ان انت بتعمل الشورتس مثلا خلال نص ساعة او ساعة، نزل لك 3 شورتس في اليوم. هتشتغل في اليوم ساعتين 3، مش مهم، ولكن ده هيجيب نتيجة معاك، خصوصا ان انت اصلا معاك 3000 مشترك، فانت محقق شرط من شروط الربح على اليوتيوب. اعمل الشرط التاني بقى، ان انت تجيب مشاهدات، بس كده. انت ارجع نزل تاني، اعمل كل اعمل 5 فيديوهات، واعمل فيديوهات شورتس تنزلها وبس كده. دي كانت نصيحتي ليك. خلينا نخش على القناه اللي بعدها. القناه اللي بعدها هي قناه انمي في جرعه. الراجل ده يعني ما شاء الله من المتابعين عندي الكويسين، وبصراحه انا بستغرب يا جماعه. انا يعني ما عنديش مشتركين، عندي خبره الحمد لله في اليوتيوب، ولكن ما عنديش مشتركين كتير، فاللي هو ازاي عايزين اقيمكم؟ بس تمام انا هقيم. الراجل ده ما شاء الله عنده 1500 مشترك وعنده 36 فيديو بس. خلينا نخش نشوف. هو هنا منزل فيديو من 11 ساعة جايب 70 مشاهدة، وعلى فكرة 70 مشاهدة رقم كويس كويس كويس. ليه؟ لان انت اصلا تتأكد امتى؟ بعد 24 ساعة على الاقل تتأكد الفيديو بتاعك هيفيرال ولا لا، تتأكد من مرات الظهور برضه. والراجل منزل فيديو 33 دقيقة، يعني الفيديو تمام زي الفل. 1600 1300 2400، يعني ما شاء الله ما شاء الله فيديوهاتك كويسة. في هنا 20000. الفيديوهات بتاعتك ما شاء الله كويسة، وانت ما بتوقفش، ما شاء الله عليك. خلينا نخش نشوف بتنزل شورتس ولا لا. تمام بينزل شورتس وجايب برضو مشاهدات كويسة. بص يا صديقي، خلينا بس الاول قبل ما اقولك بص وكده، بص نبص على المنشورات عندك. بما انك بتنزل منشورات، تشوف التفاعل فيها ايه نظامه. 11 لايك. عايزين نعرف الاصوات هنا نظامها. 51 صوت كويس كويس. 110 صوت نايس ما شاء الله كويس. 126. بص يا معلم، انا هجيب لك الخلاصه. انت راجل الله اكبر عليك مستمر على اليوتيوب والدنيا تمام معاك، نزل زي ما انت فيديوهات وما تقلقش. انا مش قايل لك انت ان شاء الله ان شاء الله عد بالظبط معايا اسبوع. الاسبوع الجاي او مش الاسبوع الجاي، لان انا ورايا امتحان وكده، بامتحن دلوقتي الميد ترم والكلام ده. الاسبوع الجاي باذن الله هنزل لك انت مخصوص، لانك متابع متفاعل عندي. هنزل لك الاسبوع الجاي طريقه ازاي تلخص انمي بالذكاء الاصطناعي، ومش انمي اللي هو المانهوا او المانجا، لا،
هي الملخصات المسلسلات. نصيحتي ليك بقى ان انت تكمل على القناه زي ما انت، وابعد خالص عن الشورتس. ليه؟ انت بتعمل ملخصات، فالشورتس ملهاش لازمه. الشورتس دي بيبقى قنوات مخصصه للشورتس، انما انت بتتوه اليوتيوب ليه تعمل فيديوهات عاديه وليه شورتس؟ انت خليك زي ما انت في الفيديوهات العاديه. الفيديوهات العاديه عندك بتجيب مشاهدات، خليك فيها زي ما انت واستمر زي ما انت. والنصيحه ان انت تنزل كل 3 ل4 ايام، ما تزيدش عن كده. كل 3 او 4 ايام تنزل لك فيديو، وحاول الفيديو ما يقلش عن 10 دقايق عشان تفعل ساعات مشاهده، لان انت مش مفعل يعني. بس انا متاكد ان انت ما شاء الله هتلاقيك مفعل ساعات المشاهده. دي كانت نصيحتي ليك، اتمنى انك تهتم بيها. وانت ما شاء الله قناتك جايبه ريتش كويس ما شاء الله، ومعنى ان انت المشاهدات عندك بتعدي ال100 في التفاعل، يبقى انت في السليم. خلينا نخش على القناه اللي بعدها. الراجل ده برضو من المتابعين المميزين عندي، والراجل ده بصراحة يعني أنا عايز أتكلم معاه في كذا حاجة. بص يا صديقي، فكرة إن أنت تحاول إن أنت تاخد أفاتار من حد أو اسم حد، يعني روبوت AI ده، دي قناة معروفة وقناة مشهورة بتظهر لأي حد. اعمل قناة لنفسك، يعني مثلا تشوف أي لقب ليك أو حتى اسمك العادي، اكتبه واكتب جنبيه AI، مفيش مشاكل. وخش على ليوناردو. أنا إن شاء الله هنزل الفيديو الأسبوع الجاي برضو مع فيديو الأنمي. هنزل لك فيديو ازاي تعمل افاتار، وازاي تحركه زي ما انا بحركه، وازاي تعمل الصور بتاعته. وهنزل الفيديو اللي بعديه كمان صور مصغره، يعني ان انا في الشهر ده باذن الله هنزل فيديوهات كتيره جدا. بص يا معلم، انا شفت الفيديو ده تمام. الفيديو جايب 100 مشاهده و16 لايك و16 كومنت و15 لايك. بص الكومنتات دي كلها انا متاكد عن خبره ان انت اللي كاتبهم. نصيحه نصيحه نصيحه، ما تدخلش تعمل اي حاجه لنفسك. يعني انت اي حاجه، بمعنى كلمه اي حاجه، كومنت لايك اي حاجه ما تعملهاش. ليه؟ لان اليوتيوب لو لقى ان انت في خلال اول مثلا ساعتين في تفاعل، هيعرف ان انت اللي بتعمل تفاعل لنفسك. ما لهاش لازمه. انت بتعتمد على اليوتيوب، انت عندك 300 مشترك تمام وزي الفل. الفيديوهات دي طبعا انت ما باين قوي ان انت واخد صوره مصغره من حد، فانت احذف الفيديوهات دي تمام. مش احذفها، اعملها خاصة، وابدأ اعمل فيديوهات جديدة. شوف فيديوهات مثلا عند حد جايبة ترند، مثلا خش على روبوت يا عم، اخش على اي حد من اكتب كلمة AI كده، هتلاقي قنوات كتير بالهبل. او اكتب نسخت قناة وهتلاقي قنوات بالهبل. شوف الفيديوهات اللي جايبة عندهم ترند، وابدأ اخد من عندهم الفيديوهات، وانزل لك طريقة ازاي تعملها بس كده. ونزل بانتظام، يعني انت بص، انت حتى نزلت اسبوعين بعد كده نزلت بعدها بيومين فيديو، والفيديوهات بتاعتك صغيره. الفيديو ما ينفعش يقل يا جماعه، الفيديو ما ينفعش يقل عن 4 دقايق. وحاول تنزل من 4 ل5 ايام كل يوم. ويتفرج على الفيديو اللي فاتت، طبعا انا متاكد انت اتفرجت عليها، اتفرج عليها تاني واعمل اللي انا قلت عليه بالظبط. وانا هنزل لك فيديو تاني ليك مخصوص انت برضو عن ازاي الفيديو بتاعك فايرال. دي كانت نصيحتي ليك. خلينا نخش على القناه الاخيره معانا. القناه دي انا شفتها، وقناه غريبه الصراحه، جايبه 263 مشترك، 46 فيديو. يعني انا مش عارف. بص يا صديقي، اول غلطة انت عاملها وهي ان انت منزل، يعني انت ملخبط في المحتوى، منزل محتوى اللي هو اجنبي ومنزل محتوى عربي. طب اليوتيوب دلوقتي هيفهم ازاي؟ يعني اليوتيوب دلوقتي انت نزلت له نوعين من المحتوى ايا كان، حتى لو نفس المحتوى، بس انت نزلت له المحتوى يعني بلغتين. هل هو هينشره في امريكا مثلا او في اوروبا، ولا هل هينشره في الوطن العربي؟ هو ما يعرفش. فانت طالما انت دلوقتي عملت محتوى عربي وجاب مشاهدات، كمل فيه. وانا اتفرجت على الفيديوهات عندك، الفيديوهات عندك يعني بص هي جايبه مشاهدات، ولكن احنا عايزين تفاعل اكتر من المشاهدات. فانت تعمل ايه؟ نصيحتي ليك ان انت تكمل زي ما انت، ولكن اعمل، انت ما شاء الله عليك بتعرف تستخدم الذكاء الاصطناعي في انك تولد قصة كويسة وتولد فيديوهات كويسة. استخدم الكلام ده بقى في انك تعمل قصة. خش على ChatGPT، قول له انا عايز اعمل قصة عن مثلا حياة قطة، او قصص للقطط مثلا، او عن حياة قطة، وهيبدأ يكتب لك القصة. ابدأ اعملها الصوت بالذكاء الاصطناعي على ليفن لابس، والدنيا زي الفل. وابدأ قصقص الفراغات عن طريق اوداسيتي، وبس كده. يعني انت قناتك ما شاء الله جايب حاجات. خلينا نخش كده على الشورتس. واو ما شاء الله، انت عندك كمان الشورتس جايب مشاهدات عالية. فانت بص، نصيحة كمل في الشورتس زي ما انت تمام، مع ان انت برضو تنزل فيديوهات طويلة، ولكن اعمل الفيديوهات تكون عبارة عن قصة، او هي قصة. اكتب بس ChatGPT عايز قصص عن قطط او قصص لحياة قطط بس، وحاول تمسح العلامة المائية دي. استنى الفيديو الجاي هنزل طريقة ازاي عملت نسخ القناة بالذكاء الاصطناعي في خلال 10 دقايق. الفيديو هينزل غالبا يا الخميس يا الجمعة. الفيديو هينزل فيه طريقة لحذف العلامة المائية من الفيديوهات، اللي هي مثلا علامة بيكسيفيرس دوت اي اي، امسحها منها. وفي نفس الوقت تمسح العلامة بتاعت كاب كات برضو. الملخص ان انت تنزل شورتس برضو بانتظام، وخليها عبارة عن قصة.
سواء اجنبيه عربيه مش هتفرق، ولكن خليها عباره عن قصه. والفيديوهات الطويله كمل فيها زي ما انت. وبس ده كان فيديو النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتكتب في التعليقات كلمه السر وهي تقييم قنوات. بس كده، سلام.